شيء ماشي جديد. عدد كبير من الدول استضافت كؤوس قارية وعالمية وما داتهاش. وهنا هاد الصباح بعث لي الصديق محمد الأشعري واحد المقال جميل كان هو كتبه سنة 2014، يعني شوف شحال دابا الآن تقريبا 12 سنة، بمناسبة الجدل الذي صاحب فوز قطر بتنظيم كأس العالم آنذاك. تيقول غادي ناخذ بعض الفقرات من هذا المقال لعلاقتها بما نحن فيه. في أول كأس للعالم بعد الحرب العالمية الثانية، يعني بعد 45، استقبلت البرازيل مباريات الكأس في أضخم ملعب لكرة القدم في ريو دي جانيرو، يتسع ل 200 ألف متفرج. كان هذا هو ملعب الماراكانا بمواصفاته الهندسية والتقنية الباهرة. شيد هذا الملعب بكل شغف وعرق البرازيليين، وأيضا بكل تطلعاتهم القارية والدولية في مناخ راهن فيه الساسة واللاعبون على بلد سامبا للشفاء من أعطاب الحرب العالمية الثانية وأحزانها البليغة. لكن في تلك الأمسية من 16 يونيو 1950 حدث شيء صاعق عصف بكل الآمال المعلقة على النصر البرازيلي. لقد ألحق الأوروغواي خلافا لكل التوقعات بهزيمة قاتلة بالبلد المضيف، وخطف منه الكأس أمام 200 ألف متفرج. استقبلوا هؤلاء المتفرجين كلهم الهزيمة بدموع خرساء، حتى أن لاعبا برازيليا سيقول بعد سنوات: إنما كان مرعبا بعد نهاية المباراة ليس دموع الناس ولا ذهولهم، بل ذلك الصمت الثقيل الذي نزل على الماراكانا، على الملعب، كأن اغتيالا جماعيا حصد أرواح الحاضرين. أما باربوزا حارس المرمى الذي دخلته الكرة فأصبح بمنطق الألم الجماعي صانع التراجيديا البرازيلية، حتى أنه لم يستطع مسكين هذا الحارس بعد ذلك اليوم أن يدخل ملعب لكرة القدم ثانية، واضطرته الفجيعة إلى التيه وحيدا وفقيرا، إلى أن آوته إدارة الماراكانا عاملا يطل بين النوافذ على صخب المباريات في تلك الأمسية. في تلك الأمسية لم تشفى الإنسانية من آلام الحرب. عندما نذكر البرازيل يتبادر إلى أذهاننا فورا كرة القدم، بيليه، رونالدو ونيمار، و5 كؤوس عالمية، رقم لم تصل إليه أي دولة أخرى. البرازيل نظمت كأسا للعالم مرتين وفازت بها 5 مرات، واستضافت كأس الجنوبية 6 مرات وفازت بها 9 مرات، واستضافت كأس القارات مرة واحدة وفازت بها 4 مرات. أنفقت عشرات المليارات من الدولارات على الملاعب، البنية التحتية، الأمن والتنظيم في مونديال 2014. وحده تجاوزت التكاليف 15 مليار دولار. ملاعب عملاقة شيدت، بعضها في مدن لا تملك حتى فرقا قوية تستعملها اليوم. لكن السؤال الحقيقي الذي نادرا ما يطرح هو: هل استفادت البرازيل اقتصاديا من كل هذا؟ لم يتحقق النمو الموعود رغم تنظيم البطولات الكبرى، لم تتحقق كل الآمال الاقتصادية المنشودة، واستمر الاقتصاد البرازيلي يواجه تحديات مثل التفاوت الاجتماعي وتأخر بعض الخدمات العامة، ولم تتحسن الخدمات الصحية أو التعليمية بالشكل الذي يبرر هذا الإنفاق الضخم.